بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ مساء الفل عليكم. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض طريقه عمل الايس كريم، وهنعمله بطريقه اقتصاديه جدا، وطبعا في متناول ايدينا، يعني مش هنكلفه كتير. حاجات هنشتريها من بره، وحاجات موجوده عندنا في البيت. فطبعا يعني طريقته سهله واقتصاديه، وهنشوف مع بعض دلوقتي هنعمل ايه. وطبعا بالنسبة بقى ان احنا دخل جو الصيف طبعا علينا، وبنحب طبعا اي حاجة حلوة رطبة. من ضمن التحلية الرطبة طبعا الايس كريم، واحنا هنعمله بطريقة جميلة جدا. وخصوصا بقى في جو امتحانات، وولادنا طبعا عايزين حاجة بقى ترطب كده عليهم، ونكافئهم بيها كده برضو. وهنشوف مع بعض. انا طبعا يعني ايه، معلقه الايس كريم اتكسرت مني، فاضطريت ان انا اعمله طبعا ايه بالمعلقه العاديه. بصوا المعلقه بصراحه فوتت المسامير بتاعتها، فابتديت ان انا بقى اخد المعلقه العاديه بتاعتنا بتاعت البيت، وان انا ايه يعني افرغ الايس كريم يعني. تمام. طبعا انا معايا حبايه مانجايه كبيره زي ما انتم شايفين، مفرزاها طبعا. وهنبتدي ان احنا ايه مقطعينها كده مكعبات، وهنبتدي نضربها بالهاند بلندر، نخليها بيوريه كده يعني، عشان طبعا مش عايزين عليها اي ميه يعني. تمام. وطبعا كذلك هنعمل الفراولة، معايا شوية فراولة كده كانوا عندي، برضو هنعمله بنفس الطريقة. تمام. وشيلناهم طبعا في الفريزر قبل ما اشوف الخطوات اللي جايه. معايا معلقتين من النشا، معايا كيلو الا ربع من اللبن كان متوفر عندي، وضفت عليه كوبايه من الميه برضو، يعني حوالي كيلو من اللبن نقول. ومعايا معلقتين من اللبن المكثف. احنا طبعا مش هنضيف لبن، يعني لبن مكثف، ده لبن بودر. تمام. وهنضيف برضو ايه كيس من الفانيليا ونص كوبايه من السكر. تمام. طبعا انا بعد ما اتعامل معايا المهلبيه خفيفه كده، ابتديت ان انا ايه اسيبها تبرد. وابتديت معايا معلقتين من الجيلاتين، انا بحب اضيف الجيلاتين. في ناس تانية بتضيف بقى عسل كلوكوز، او بيضيفوا مثلا السيرم بتاع الحلويات دون. انا بحب اضيف الجيلاتين، احسن حاجه تخلي الايس كريم يعني بيمط معانا. تمام. وطبعا هبتدي بقى انزل بالمهلبيه، وهنزل بكوبايه ونص من الكريم شانتيه الخام، وهننزل نص كوبايه برضو من السكر، وهننزل بايه تاني، بسم الله الرحمن الرحيم. بس وهنبتدي بقى ان احنا ايه نضرب زي ما انتم شايفين كده المهلبيه على الكريم شانتيه على السكر، وهنبتدي نضرب بالايه طبعا بالمضرب الكهربائي، او بقى ممكن في شفشق الخلاط برضو، او بالكبة، اي حاجة متوفرة عندنا. طبعا انا كده اتعمل معايا الخليط زي ما انتم شايفين جميل جدا. وانا كنت ضفت شوية من المية لما لقيته يعني سميك شوية، فضفت شوية من المية وابتديت اضرب تاني. وكده كده ده ايس كريم الفانيليا. طبعا انا صبيته في العلبة، وحطيت معلقة تاني من الفانيليا. ودي طبعا المانجا المثلجة اللي هي البوريه. طبعا هنضيف عليها برضو شوية من الايس كريم الابيض، وهنبتدي نضربه. انا حسيت هنا اللون بتاعه فاتح، حبيت احط لون يعني طعام، يعني ولو اني بهدلت الدنيا باللون. ناخد بالنا واحنا بنحط طبعا اللون. وطبعا زي ما انتوا شايفين ايه، انا طبعا فضيته في العلبة كده، وهنسيبه بقى لمدة طبعا 6 ساعات، زي ما يعني مدة 6 ساعات في التلاجة. تمام. وكذلك هنعمل الفراولة. برضو حطيت الفراولة البوريه، وحطيت عليها آه الف... ال... آه، الكريم شانتيه. وابتديت طبعا احط نقطة برضو من اللون عشان يعزز اللون شوية يعني. تمام. وضربنا زي ما انتوا شايفين، وهنبتدي برضو نحطها في العلبة بتاعتها. طبعا انا جايبة العلب دي من منتجات اللي هما بتوع الفايل. تمام. وهنبتدي بقى نشوف هنعمل الخطوة اللي بعد كده. هنعمل بقى ايه ايس كريم الشوكولاتة. طبعا احنا ايه هنضيف طبعا ممكن نضيف نوتيلا. انا ضفت كاكاو يعني، عشان انا عاوزاه اقتصادي طبعا زي ما قلت لكم.
وطبعا جميل جدا يعني ما شاء الله، طعمه تحفة تحفة يعني. وطبعا الجيلاتين اللي انا حطاه ادى مطة جميلة. بصوا النعومة بتاعت الايس كريم جميل جدا يعني، واداله نعومة ومطة جميلة. الجيلاتين حلو جدا يعني. زي ما انتوا شايفين طبعا حطيته لمدة 6 ساعات في التلاجة. وطبعا طلعناه بقى وايه، وهنبتدي نصبه في الكاسات. جميل جدا ما شاء الله، طريقته تحفة يعني واقتصادي. وعمل كمية هايلة من كيلو لبن، عمل كمية هايلة جدا. انا طبعا كنت عندي كيلو الا ربع لبن، فضفت عليه كوباية من المية. احنا ممكن نضيف كيلو لبن خام. طعمه بصوا زي ما انتوا شايفين كريمي وتحفة جدا ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.